السلام عليكم، مرحبا بكم معنا. اليوم راح نديرو تحلية الكراميل. هذا التحلية بزاف خفيفة وبزاف بنينة وتوالم هذا الشهر. هنا في هذه التحلية تاعنا نحتاجو 3 طبقات: البسكوي، الكريمة، وهذيك طبقة اللي يجي من فوق تاع الكراميل. هنا نبداو بأول طبقة اللي هي البسكوي. نوجدوه ونخليوه يبرد تماما. نحتاجو هنايا حبة تاع البيض مع فنجان تاع السكر وواحد تاع الحليب وواحد تاع الزيت. ندخلهم كامل مع بعضاهم كيما راهو موضح معاكم. كي يذوب معانا هذاك السكر نجي نضيف لافاني، الفارينة وباكي تاع خميرة الحلويات. ندخلهم كامل مع بعضاهم حتى نتحصل على خليط يكون القوام تاعو شويه ثقيل. انا هنا قبل ما نكمل نجي نديرلو مبشور الليمون. انا هنا كنت استعملت تقريبا حبة. الذوق تاع الليمون مع الكراميل راح يتماشى بزاف بزاف. هنا شتو معايا القوام تاع العجينة. نجي نحطها في سين اللي تروح للفور. كنت دهنتها غير بشويه تاع الزيت ودرت لها الفارينة. نضيف هذاك الخليط تاعي، نسويه مليح ونحطها الطيب. من جهة واحدة اخرى نجي نوجد الطبقة الثانية اللي هي الكريمة. هنا كنت درت 2 كيسان تاع الحليب، مغرف تاع فارينة، 2 مغارف تاع نشا. هاد المغارف كامل ماشي معمرين. نخلطهم كل شيء هكا بارد في بارد ونحطهم على النار. هنا نضيف لهم حبة تاع البيض. هاد الحبة تاع البيض تكون اختيارية، بس هي راح تقوم بزاف مليح للكريمه تاعنا وراح تجي بنينه. كنت نسيت نقول لكم باللي الكريمه نديروا لها مغرف تاع السكر، لانه من بعد راح نديروا لها شانتي والفلان حلوين. انا بعد ما تعقد معايا نجي نضيف لها نجي نضيف لها لافاني ومغرف تاع المارغرين. نخلطهم مليح ونحطها في اناء ونخليها تبرد معايا. لازم تبرد تماما ومن بعد نعاود نولي لها. هنا شوفوا معايا الكريمه تاعي كيفاه راهي كي جات رطبه وراهي كي تلمع. نفرخها ونخليها بجي حتى تبرد لي مليح. هنا من الافضل انكم تفرغوها في اناء يكون زجاجي. هنا نغطي الكريمه تاعي كيما مالفين مباشره. الساشي تاعي يكون ملامس للكريمه باه ما ديرناش القشره. هنا من جهه اخرى كان طاب لي البسكويت نخليه يبرد ونجي نوجد الطبقه الثالثه. هنا عندي قيس نص كاس تاع السكر نحطوه حتى يولي لي كراميل. هنا نحاول اني ما نديرلو حتى اضافه مع الاول ونعسو لا يتحرق لي. بعد ما يرجع اللون تاعو كيما راكم تشوفوا نضيف له ملعقه تاع المارغرين وعلبه تاع الفلان كراميل. نخلطهم مليح. هنا لازم تخلطهم مليح. اذا شفتوا ما ذابش معكم ردوهم غير شويه فوق النار ومن بعد نزيدوا الكاوكاو او الفول السوداني بهذه الطريقه. هنا نخليوها بجي ونعاودوا نوليو الكريمه تاعنا. انا هنا كنت كملت لها، درت لها علبه تاع فلان كراميل وعلبه تاع لا شانتيي غبره. نطلع مليح هذيك الكريمه تاعي. هنا الكريمه تاعنا لازم تكون بارده تماما. نطلعها بالباتور مليح. انا شوفوا معايا هذاك القوام اللي تحصلت عليه، كريمه بزاف خفيفه وواحد جهه هايله. تقدروا تستعملوها يعني في اي حاجه تبغيوها، في لي طارتولات او ديروا بها ليفيرين كما درت انايا اليوم. هنا من جهه واحده اخرى نجي نشرب الطبقه الاولى تاعي. كنت درت فنجان تاع الماء مع نصف فنجان تاع السكر، تاع عصير الليمون مع ملعقة تاع السكر. ونجي نشرب به هذاك البسكويت ونخليه ثاني. ومن بعد نجي نضيف له الكريمه كطبقه ثانيه ونسوي لها السطح تاعها مليح. ونعاود ندير الطبقه الثالثه اللي هي لاصوص كراميل تاعنا مع هذاك الكاوكاو. راح تجي بزاف بنينه. انا هنا ننصحكم اذا درتو نفس البلاطو اللي درت فيه اللي الاطوال تاعو هما 20 على 20، انكم ديروا قيس كاس تاع السكر كراميل باه تجي طبقه تكون خشينه. هنا بعد ما بردت لي مليح
ودات وقتها وارتاحت. شوفوا معايا التحلية تاعي كيفاش جات بزاف خفيفة ومشربة والطبقات جاو باينين. نتمنى انكم تجربوها. هنا كانت بقات لي الكريمه، كنت درت لها هنا كنت درت كفريت مع هذيك الكريمه، درتها طبقات، جاو لي فينين بزاف بزاف بنان.